ينتقدون دور المرأة وإبداعاتها في الحياة، فقامت الشاعرة هنا بالرد عليهم. سنقرأ القصيدة ونتعرف على ما قالته الشاعرة. النص يقولون إن الكتابة إثم عظيم فلا تكتبي، وإن الصلاة أمام الحروف حرام فلا تقربي، وإن مداد القصائد سم فإياك أن تشربي، وها أنا ذا قد شربت كثيرا فلم أتسمم بحبر الدوات على مكتبي. إذن هنا نلاحظ الشاعرة تكتب، فهي كاتبة، كتبت شعرا، لكن قسم من الرجال انتقدوها وأرادوا منها أن تقف عند هذه النقطة أو أن تتخلى عن الكتابة، فهي تقول إن الكتابة ليست حرام فأنا خضت الكتابة، وأيضا إن مداد القصائد أي إن هذا الحبر الذي أكتب به القصائد ليس سما، فهم يقولون لي إنه سما فأنا شربت هذا السم، لكن فلم أتسمم بأي حبر على مكتبي. إذن نلاحظ هنا الفكرة لهذا المقطع، الكتابة ليست ذنبا أو عيبا للمرأة. إذن الكتابة ليست ذنبا أو عيبا للمرأة. الأفكار الفرعية. الفكرة الأولى: الكتابة ليست عيبا أو ذنبا للمرأة. ننتقل للمقطع الثاني. يقولون إن الكلام امتياز الرجال فلا تنطقي، وإن الكتابة بحر عميق المياه فلا تغرقي، وها أنا ذا قد سبحت كثيرا وقاومت كل البحار ولم أغرق. إذن هنا الرجال ينتقدون المرأة ويقولون لها لا تنطقي، أي لا تنطقي الشعر، وأيضا لا تكتبي لأنك سوف تغرقين في هذا البحر. لكن الكاتبة كتبت ونطقت الشعر لكنها لم تغرق في هذا البحر. إذن الفكرة الثانية: الكتابة بحر عميق خاضته المرأة ودون خوف. الكتابة بحر عميق خاضته المرأة دون خوف. ننتقل للمقطع الثالث. يقولون إني كسرت بشعري جدار الفضيلة، وإن الرجال هم الشعراء، وأسأل نفسي لماذا يقيمون هذا الجدار الخرافي بين الحقول وبين الشجر وبين الغيوم وبين المطر وما بين أنثى الغزال وبين الذكر، ومن قال للشعر جنس وللنثر جنس وللفكر جنس، ومن قال إن الطبيعة ترفض صوت الطيور الجميلة. إذن في هذا المقطع نلاحظ إن المرأة كسرت كل الجدران الذي أقاموها أمامها الرجال لكي يمنعوها عن كتابة الشعر وكتابة النثر، فهي تسأل نفسها لماذا يقومون هذا الجدار الخرافي؟ الجدار الخرافي أي الجدار الوهمي، ليس له وجود هذا الجدار في الحقيقة. فهي تسأل هل هناك فرق بين الحقول وبين الشجر، بين الغيوم وبين المطر، بين أنثى الغزال وبين الذكر؟ إذن كلهم سواسية في هذه الحياة. ومن قال للشعر جنس أي لمن يكتب الشعر ليس مهم الجنس، إنما المرأة تكتب الشعر وأيضا الرجل يكتب الشعر. وأيضا هل للطبيعة أن ترفض صوت البلابل الجميلة والطيور الجميلة؟ لا تستطيع أن ترفضه. أيضا المرأة عندما تبدع لا نستطيع أن نرفض إبداعها. فكرة المقطع الثالث: رفض التفريق بين الرجل والمرأة في الكتابة والأدب. رفض التفريق بين الرجل والمرأة في الكتابة. ننتقل للمقطع الأخير. يقولون إني كسرت رخامة قبري وهذا صحيح، وإني ذبحت خفافيش عصري وهذا صحيح، وإني اقتلعت جذور النفاق بشعري وحطمت عصر الصفيح، فإن جرحوني فأجمل ما في الوجود غزال جريح. نلاحظ هنا معاني جميلة جدا. الشاعرة هنا
لقد ضيقوا عليها المكان وحصروها في مكان واحد، لكنها كسرت هذه الجدران، أي خرجت من القبر الذي حاولوا أن يدفنوها به. أيضا هنا تقصد الخفافيش أي الأعداء، قضت على الأعداء الذين انتقدوها ورادوا لها الشر، قضت عليهم. إذن وإني اقتلعت، إذن قضت على هؤلاء الأعداء الذين هم قسم من الرجال لا يريدون لها الخير أو لا يريدونها أن تكتب، وحطمت كل الجدران. أيضا عندما يجرحون المرأة حررت المرأة من العبودية، عصر الصفيح أي العبودية، إذن حررت المرأة من العبودية. فإن جرحوها ستصبح أجمل، فما أجمل من الغزال الجريح، إذن عندما يجرحوها لكنها ستصبح أجمل. إذن الفكرة الأخيرة حجج الشاعرة وردها على منتقديها من الرجال. إذن حجج الشاعرة وردها على منتقديها من الرجال، حجج الشاعرة وردها على منتقديها من الرجال. أعزائي الطلبة، أما الفكرة العامة، الفكرة الكلية أو العامة للنص، قدرة المرأة وإثبات وجوهها في كافة مجالات الحياة. إذن قدرة المرأة، الفكرة العامة، الفكرة العامة للنص قدرة المرأة وإبداعها في كافة مجالات الحياة وإثبات وجودها. أما الأسلوب الذي خيم على القصيدة نلاحظ هو أسلوب النفي. استخدمت الشاعرة أسلوب النفي، وهذا أمر طبيعي لكي تدافع عن المرأة بشكل عام، وأيضا لكي ترد على الند الآخر الذي هو الرجل الذي لا يريد لها أن تخوض كافة مجالات الحياة. الآن نجري بعض التطبيقات في النص. الفعل يقولون طبعا هو من الأفعال الخمسة، فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. إن الكتابة إثم عظيم، أيضا إن هنا حرف مشبه بالفعل تأخذ اسم وخبر، الكتابة اسمها. إياك طبعا من الضمائر النصب المنفصلة. شكرا لكم أعزائي الطلبة، انتهى درسنا لليوم ونلتقي في درس آخر إن شاء الله.